الحقيقة الموضوع انتشر قوي، تبقى قاعد على الفيسبوك في امان الله خالص زي كل يوم مفيش جديد. تلاقي بقى ايه البنات عمالة تكتب بقى امتى الشتا يجي، ده الشتا ده فصل كيوت قوي بجد انا بحبه يعني خالص، مفيش زي احسن فصل في الشتا. ما هو هيجي، ما انت لو صبرتي هيجي، اصل هو فصل من فصول السنة فلازم يجي، اكيد مفيش شتا هيعتذر عن الموسم القادم يعني، اكيد هيجي. فهمت ايه دي شوية. اقول لك انا بقى البنت بتحب الشتا ليه؟ عشان تيجي الحبيبة في الشتا بتقول لها حبيبي انا بردانة قوي، انت مش ملاحظ ان الجو برد؟ انا ملاحظ بس مش هديك الجاكيت، انا مش هديك الجاكيت، انا مش هدفع 400 جنيه في جاكيت جلد اديهولك، ده انا لو كافر مش هعمل كده. ما تجيبي الجاكيت بتاعك، عندك بابا بيجيب لك جواكت وبطاطين وكل حاجه يعني، ليه جاي على الجاكيت بتاعك؟ بس العيب مش عليكي، والله العيب على اللي شجعك تعملي كده، اللي هو قلت له بردانه فقام قلع الجاكيت اداهولك وهو جاله حظ بمان، العيب عليه. بعدين اللي يفرط في جاكيته ممكن يفرط في اي حاجه بعد كده عادي سهل، ليه كده يعني؟ اقول لك بس برضه يا جماعه على فكره الموضوع ده مش عند البنات بس يعني، ما احنا مش عند البنات بس، في ما احنا عند الولاد برضه، لو في الشتاء برضه يبقى بيكلم حبيبته ولا صاحبته ولا الانثى الموسميه بتاعته، بتقول له حبيبتي بردان قوي انا نفسي اجي في حضنك، نفسي اجي في حضنك دلوقتي يا حبيبه قلبي، عايزين نتدفوا سوا. انت مش عايز تتدفى، لا انت عايز تتربى، انت عايز تتربى ما عندك دفايه، ممكن بص لو عملت كده خلاص اتدفيت، مش لازم حضنك، انا عايز حضنك مش قادر. ليه كده يعني؟ انا بس عايزه اقول للبنات والولاد نهدى شويه في الشتاء اللي جاي عشان ربنا يكرمنا يعني. الشتاء اللي فات درجه الحراره وصلت 3 من النجاسه اللي احنا فيها، وابقى في حضنك وهاتي الجاكيت والجو ده، فعايزين نهدى كده عشان الشتاء اللي جاي يجي خير علينا ان شاء الله. شكرا جدا.